بصوا على طريقة بحة، ولا احلى من كده. بحة ده اشهر المحلات، فيعني بجد تحفة، حلو جدا جدا جدا. بصوا قد ايه جميل وتحفة. الله 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 الله. الحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا في العيد الكبير. تمام. بصوا من كتر جماله مش عايزة اخش الفيديو، عايزة اتفرج وبس. بصوا بصوا الكاميرا عايزة تاكله. قد ايه جميل وتحفة، حلو جدا وريحته حلوة جدا، والله الكاميرا فعلا ظلماه. اهو بصوا. دبس استدبسناهم من عند المستدبسين. يقدر يا مدبس يا مستدبس استدبس لنا 7 دبابيس زي ما استدبسناهم من عند المستدبسين. بصوا حبايبي اهي، بصوا بصوا الجمال والحلاوة. قبل ما نبتدي مع بعض، دي السمين بقى هوريكم دلوقتي هنحط ايه وايه. بصوا حبايبي اهو. بصوا دي حلويات كده بتبقى جايه من المذبح، بتبقى حلويات ولحمة راس، ودي فشة طبعا، ودي برضو فشة. بصوا ودي حتة كده من الزور اهو. بصوا ودي برضو حتة كده بتبقى زي قرقوشة كده. بصوا بقى ده الطحال، هو كبير جدا على فكرة، ما شاء الله كبير جدا جدا، جه اكتر من 2 كيلو، بس هو مش باين بس في الكاميرا. اهو يا حبايبي معايا حلة كده على النار، طبعا سبتها تغلي كويس قوي، وحطيت لها نص معلقة فلفل اسود. تمام. وهبتدي بقى اظبطها كده واسقط فيها كل الحاجات دي. تمام. عايز تحط لها فصين من الحبهان مفيش مشكله. بصوا هحط بقى الفشه كلها كده بالشكل ده. ودي طبعا الحلويات، الحلويات دي بتروحي عند الجزار وتقول له عايزه حلويات بيديهالك. تمام. والطحال كل ده بيتسلق كله مع بعض، ولحمه الراس طبعا كل ده بيتسلق كده مع بعض. بنحطهم لمده 5 دقايق كده على النار، وبعد كده يغلوا شويه مع بعض، واروح شايلاهم بقى خالص، غسلاهم بميه نظيفه تاني، واروح دلقه الميه دي خالص، واروح حاطه لهم ميه نظيفه. تمام. دي بقى معانا الكفته اهي، فلفل وكمون وكزبره وبهارات وشويه من الملح. ودي بصلايه طبعا مبشوره، خدتها منها الميه، صفيت منها الميه خالص، وخدت التفل بتاع البصل اهي، وحطيت لها شويه من الخضره، وادعكم كده كويس كده مع بعض اهي. بصوا انا اسفه عشان بعمل بايدي، بس هي الكبه فعلا عندي فيها مشكله. بصوا ابتدي بقى اكورها كده بالشكل ده، كور صغيره كده، عايزاها طويله ماشي، عايزاها كور مفيش اي مشكله. تمام اهي خلصتها بالشكل ده. ودول شويه شوربه كده من بتاع السمين بقى، زي ما قلت لكم انا دلقت الشوربه الاولى وحطيت لها ميه تانية. تمام. بصوا الكفته طبعا محدش بيسلقها، انا بسلقها علشان ما يبقاش في قلبها دم، مش بتقعد اكتر من 3 دقايق على النار. تمام. دي شوربه زي ما قلت لكم بتاعه السمين وكده، بتروحي حاطاها فيها. تمام. وده السمين اهو بعد ما استوى بالشكل ده. بصوا الطحال تعرفي ازاي ان هو استوى، بتحط الشوكه كده فيه. تمام. والفشه واللحمه والراس وكله، بسم الله ما شاء الله مستوي جدا. بصوا الشوكه ما شاء الله بتحطيها كده خلاص. تمام. بصوا الكفته برضو، الكفته بعد ما اتسلقت واحده بواحده. ودي كبده بلدي اهي، ومعاها طبعا دهن كده. بصوا ودي الكفته اهي. تمام. وده الطحال طبعا قطعته، هو ده مش كله بصراحه، هو ده نصه بس. تمام اهي. ودي برضو الفشه، ودي برضو مش كلها برضو لان لقيت الكميه كبيره قوي. ودي لحمه الراس طبعا على الحلويات، ودي برضو حلويات اهي، ولحمه الراس حطيتهم في طبقين. ودي طبعا قوطه كده مقطعاه شرايح، وبصل طبعا مقطعاه شرايح، كل ده على حسب الرغبه. تمام. معايا صينيه كبيره كده على النار، حطيت لها شويه من الزيت، والدهن طبعا اللي كان مع الكبده. عندك ليا ماشي، دهن زي كده ماشي، زبده بلدي ماشي، بس الدهن فعلا بيخلي السمين ده حلو جدا. بصوا ده الطحال اهو، بس حاسبه بقى عشان بيعمل طرطشه جامده. بصوا قد ايه جميل وتحفه، حلو جدا. طبعا بخليه يتحمر على جنب، بقلبه على الجنب التاني. تمام. تحمره هو اول حاجه.
كده بالشكل ده. اهو بصوا تحمر كله بالشكل دوت. اللي يتحمر تركنيه، تحمري وتركني. تمام. المحلات دايما بتعملها كده، الحاجه اللي تتحمر كويس تروحي ركناها وتحطي غيرها. تمام. كده حطينا ايه بقى؟ الاول الطحال، وبعد كده الفشه اتحمرت برضو، وبعد كده حطينا الحلويات وكده اللي ولحمه الراس طبعا بنحطهم على مراحل كده. تمام. طبعا الصينيه هي فيها زيت. طبعا دي الكبده اهي. بصوا الكبده برضو بخليها تاخد تشويحه كده حلوه اهي. بصوا حلوه جدا. اهي بصوا بتطشطش ايه حاجه كده عسل. الكبده البلدي خلي بالكم بتبقى حلوه جدا. يا ريت الواحده بدل ما تجيب لها نص كيلو تجيب لها لو ربع كيلو بلدي احسن، بدل ما تجيب كيلو من التانية دي تجيب لها لو نص كيلو برضو احسن. بصراحه بتبقى طعمها حلو. طبعا الكفته اهي بعد ما الكبده طبعا اتشوحت كويس ركنتها طبعا برضو مع بقيه الحاجات اللي اتحمرت، وحطيت الكفته كده يدوب خدت تشويحه كده، ورحت مديها تقليبه كده خفيفه. طبعا ما تقلبيش فيها كتير علشان ما تتهريش وكده، بس هي بسم الله ما شاء الله جميله وجامده كده، ما فيش واحده فيها فكت ولا اي حاجه. بصوا طبعا البصل اهو اللي انا مقطعاه شرايح. طبعا الكفته برضو اتحمرت وركنتها. تمام. وده الفلفل اهو، فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل الوان، ده على حسب الرغبه، بس هو فعلا بيخلي السمين طعمه حلو جدا. بصوا دي القوطه طبعا اخر حاجه. طبعا بتعملي مرحله مرحله. تمام. اهو بصوا شايفين الجمال والحلاوه، حلوه جدا. بصوا طبعا بعد ما شوحتها كلها كده مع بعضها بالشكل ده، هو كله طبعا مستوي بس احنا يدوب كنا بنحمر بس. تمام. دي طبعا شويه كده من الكزبره، واحط لها بقى التوابل كمون وفلفل اسود وشويه كده من الكزبره. عايز تحط شطه حمرا مفيش مشكله، اي توابل تانية عايز تحطيها مفيش اي مشكله، اللي يعجبك حطيه. بصوا الله 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 حلوه جدا. شايفين الجمال والحلاوه قد ايه جميله وتحفه. بصوا والله يعني بصوا هتعملوها وهتدعولي، والله فعلا حلوه جدا جدا. انا بعملش الحاجه فعلا غير لما اكون مجرباها كتير جدا. وطبعا الممبار اهو حشيته طبعا وحمرته وقطعته كده بالشكل ده اهو. بصوا طبعا الممبار بحشيه وبسلقه لوحده، بحشيه واسلقه لوحده واحمره. تمام. وابتدي بقى اقطعه بالشكل ده وابتدي بقى ارصه معاه. بس هو فعلا بيخلي السمين طعمه حلو، ده على حسب الرغبه، بس هو فعلا بيخلي برضو السمين طعمه حلو جدا. يا ريت تجربيه وتعمليه بالشكل ده. يا ريت كل اللي يعمل الاكله دي يقول لي ايه رايه فيها، ويكتب لي تحت في الكومنتات ويقول لي ايه رايه فيها. تمام. بصوا شايفين الجمال والحلاوه اهو كده. رصيت طبعا كل الممبار بالشكل دوت اهو. بصوا بقى يا حبايبي، عايزينه سندوتشات زي كده مفيش اي مشكله. السندوتش ده من ده والله بيتباع بره ب10 جنيه وب20 جنيه، وما بيبقاش كده ومبيبقاش بنفس الجوده اللي احنا عاملينها دي والحاجات النضيفه دي. فيعني صينيه سمين ما شاء الله زي كده هتعمل معاكي كتير جدا، كميه كبيره. عايز تعملي سندوتشات كده بصوا الله الله الله. سندوتشات ماشي، في طبق زي ما احنا هنغرف كده ماشي، اي حاجه. اعتبري نفسك قاعده في محل ومطعم.
ما تحرميش نفسك من حاجة، ما تحرميش ولادك من اي حاجة. حسيهم كده بجو المطاعم كده، ولا احلى من كده. بصوا تحفة، قد ايه جميلة وتحفة. نعمل سندوتشات تاني للي عايز. اهي بصي بتفتحي الرغيف كده اهو، وتحطي طبعا شوية كده من الجرجير تحت. احنا مقطعين جرجير طبعا صغير، دايما المحلات كلها بتقطع جرجير. الكزبرة ده ممكن ترشها كده من فوق، كزبرة خضراء، لكن معظمهم بيحطوا جرجير، لان الجرجير طبعا بيتاكل وكده وبيبقى طعمه حلو جدا. بيحطوه في قلب الطبق من تحت، يا اما في قلب السندوتشات. تمام. ويحطوا السمين زي ما انا حطيت كده، حطوا طبعا على وشه كده شويه من الجرجير او شويه كزبره وقوطه وبس. تمام. هغرف طبق تاني اهو. بصوا زي ما قلت لكم، اللي انتوا عايزين اعملوه، ابتكروا بقى براحتكم. اهو بصوا، شايفين الجمال والحلاوه؟ الله الله الله، شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه كده روعه روعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. غرفناه في طبقين صغيرين، وطبق زي كده وصينيه، وظبطنا الدنيا يعني. شايفين الجمال والحلاوه؟ يا رب الفيديو النهارده يا حبايبي بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. احبكم في الله يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه. دبابيس استدبسناهم من عند المستدبسين. تقدر يا مدبس يا مستدبس، استدبس لنا 7 دبابيس زي ما استدبس